ده بجد؟ ايزي باستا من الضحى. ناس كتير منكم قالت لي عايزين نجرب الايزي باستا وتقول لنا ايه اخبارها. معانا 5 انواع من الايزي باستا. معانا اول نوع مكرونه الضحى بصوص الريحان او البيستو كريمي بيستو. ومعانا ماكن تشيز مكرونه الضحى بصوص الجبنه الشيدر. ادي شكله باين قدامكم. ومعانا ثالث نوع مكرونه الضحى بصوص الالفريدو او الفريدو صوص باستا. ادي شكلها برضو. ورابع نوع مكرونه الضحى بصوص مشروم صوص باستا. ادي برضو شكلها قدامكم اهي. ومعانا خامس نوع والاخير مكرونه الضحى بصوص الطماطم الايطالي ايطاليان ريد صوص. المفروض يعني ان دي المارينارا، عشان خاطر الصوص الايطالي الاحمر دوت بيبقى المارينارا. المفروض بقى الايزي باستا دي لتحضيرها زي ما هم كاتبين عندنا هنا كده، هنسلق المكرونه زي اي مكرونه عاديه لمده 8 دقائق. وفي اي اناء او طاسه عندنا مثلا هنحط 300 مللي او كوب ونص لبن بارد. تمام. ونحط محتويات الكيس في كيس بودر هنا ونقلبه لحد الغليان. وبعد كده نحط المكرونه ونقلبه مع الصوص تبقى المكرونه عندنا جاهزه. والماكن تشيز برضو بنفس الطريقه. الالفريدو برضو نفس الكلام بكوبايه ونص لبن. اللي بصوص المشروم برضو نفس الكلام بكوبايه ونص لبن ونفضي محتويات الكيس اللي هو اللي جوه البودر اللي معاها. واخر واحده معانا اللي هي بصوص الطماطم الايطالي دي الوحيده اللي بتحضر بميه ب 250 مللي ميه او كوبايه وربع ميه. ونحط محتويات الكيس البودر برضو اللي معاها. انا وديت المكرونه تتسلق. هنعمل بقى الصوص بتاعها. اول واحده معانا هنا اللي هي الريد صوص. احنا حاطين هنا معانا 250 مللي ميه. ونفضي محتويات الكيس بتاعها. شم ريحته كده. ريحته قويه. ريحته حلوه قوي على فكره. ونقلب الكلام ده على نار هاديه خالص لحد ما الصوص يتقل معانا. بصوا الصوص تقل معانا كده اهو. هو ريحته حلوه جدا بس انا شامم ريحه فلفل اسود زياده قوي. هنحط بقى عليها المكرونه. انا سايب المكرونه فيها عضه سنه صغيره. ونقلبها كده مع بعض 5 دقايق على نار هاديه برده كده لحد ما الصوص يمسك معانا. المكرونه تقلت بقى معانا خلاص اهي. احنا سيبناها على النار حوالي 5 دقايق مع بعض لحد ما الصوص تقل كده وبقى حلو والمكرونه شربت منه. بصوا منظرها. بصوا المنظر. شكلها حلو جدا. اللحظه الحاسمه. ندوق بقى ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ريحتها حلوه بس زي ما قلت لكم فيها فلفل اسود زياده قوي. بسم الله. حلوه. طعم الزعتر والاوريجانو باين فيها قوي. طعمها حلو ملحها مظبوط. يعني حاجه تنفع جدا للناس اللي بتحب الحاجات السريعه اللي ما عندهاش وقت. طلع كيس المكرونه وحط كيس البودر ده قلبه خلص الكلام بقى معاك اكله جاهزه في 10 دقائق بالظبط. هي ما خدتش 10 دقائق. نجرب بقى اللي بعده. النوع بقى الثاني اللي معانا هنا اللي هي بالصوص الالفريدو. دول حوالي 300 مللي حليب او كوبايه كبيره زي ما انتم شايفين كده الشوب الكبير ده. ونفضيه على اللبن. لازم اللبن يكون بارد. ده اللي هم كاتبينه. عارفين يا جماعه اكتر ريحه باينه ايه في البودر ده؟ ريحه الجبنه البرمجان باينه جدا جدا جدا. يعني الريحه قويه بتاعت الجبنه. انا متفائل خير بالطعم الالفريدو ده. هنقلبها بقى على نار هاديه برده لمده 5 دقائق. بعد التقليب لمده 4 دقائق الصوص بدا يتقل معانا بالمنظر ده كده. هنحط عليه المكرونه برده اللي احنا سلقناها ونقلبها على نار هاديه لمده دقيقتين كمان لحد ما الصوص يتقل ويمسك في المكرونه. الالفريدو جاهزه معانا اهي بعد ما خلصت. هي ريحتها حلوه جدا يا جماعه. بس انتوا عارفين ان الطليان بيعملوا المكرونه الالفريدو دي من غير ولا لبن ولا كريمه. بجد ما بيحطوش فيها ولا لبن ولا كريمه. تحط عليها جبنه برمجان على المكرونه وزبده تطلع بالشكل الكريمي اللي احنا شايفينه ده. بس دي ريحتها حلوه جدا. انا بصراحه متحمس ادوقها. ادي شكلها بعد ما خلصت. شكلها كريمي وريحتها حلوه جدا. نخش بقى على اهم لحظه. ندوق ونشوف ايه الاخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هي طعمها حلو. الكريمه حلوه بس طعم الجبنه البرمجان مش واضح قوي. والملح تحس ان هي ناقصه سنه ملح صغيره. بس اوفر اول على الوقت اللي بتوفره لنا لا حلوه جدا ونشتريها طبعا. نخش بقى على اللي بعده. وتالت نوع معانا هنحط برده 300 مللي حليب. نضيف محتويات الكيس. وادي تالت واحده بعد ما خلصت اللي هي بالمشروم صوص. بص هي لونها مش ابيض زي بتاعه الالفريدو. لون الكريمه مش فاتح كده. لونها بني شويه. فندوق دي كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ريحتها حلوه. فيها ريحه المشروم. هي ما فيهاش مشروم طبعا مشروم مجفف ولا اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا فاجئتني بجد حلو قوي.
بص المكرونه دي حلوه جدا، طعم المشروم باين فيها. ممكن نعمل حركه خطيره، المشروم المعلب دوت نطلع منه معلقه او معلقتين، نحطه مع الصوص والبودر كده واللبن، ونقلبه لحد ما يتقل، هتبقى بيرفكت حلوه. نخش على اللي بعده بقى. وادي البيستو بعد ما خلصت، لونها وشكلها تحفه حلوه، طعم الريحان باين فيها قوي. اللي ذوقه زيي وبيحب البيستو باستا هتعجبه جدا جدا، لانها سريعه عن البيستو باستا العاديه ومكونات كتير. لا دي سهله وسريعه وما خدتش 10 دقايق معانا. واخر طعم معانا الماكن تشيز، انا سايبها للاخر عشان ده هيبقى تحدي صعب جدا، لان انا برضو عامل على الصفحه عندي وصفه ماكن تشيز خرافه، وعامل مقارنه ماكن تشيز بتاع حوالي 4 انواع او 5 انواع، في منهم نوع كان بكيس باودر زي كده وفشل فشل ذريع، فاما نشوف ده هيعمل معانا ايه. واخر نوع معانا ماكن تشيز، الشكل والريحه فوق توقعاتي بصراحه. بصوا المنظر، بصوا الجبنه فوق توقعاتي بصراحه. يتبقى الطعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ده بجد، لا ده اختراع جبار وخطير، ويعتبر ده احلى كيس في ال5 انواع. لا عدت توقعاتي، ودي اجمل نوع. فلو هنيجي في النهايه نرتب الانواع بتاعتنا، احنا معانا 5 انواع. هحط المكن تشيز ده اول واحد، رقم واحد. رقم اتنين ممكن نحط اللي هي بالصلصه، الصلصه الايطالي دي جميله. ثالث نوع المشروم، لو حطينا عليها مشروم معلب كمان هتعلي الطعم بتاعها جدا. الالفريدو وقعت منهم شويه كده، لا ما كنت متوقع احسن من كده بكتير شويه منهم. النوع الاخير معانا كان البيستو، اللي ذوقه بيحب البيستو وبيحب الريحان وبيحب المكرونه المنكهه نكهتها عاليه قوي دي هتعجبه جدا جدا جدا. وفي نهايه الفيديو نصلي على نبينا وعلى اشرف خلق الله، واشوفكم في فيديو جديد.